السلام عليكم الخوت. أول كتاب غادي نقدمه لكم في هذه القناة اللي هي قطار التغيير هو كتاب قوة عقلك الباطن. هذا الكتاب زوين بزاف، اعتبره انت عادي ولا كيف ما بغيتي، ولكن العالم كله ولا تيهضر عليه. واخا هو قديم ولكن العلماء اكتشفوا القوة اللي هضر عليها وهي قوة عقلك الباطن. الكاتب هو الدكتور جوزيف مورفي. هاد العالم وصل لواحد الحقائق عند البشر خطيرة وخطيرة بزاف، وتقدر تغير حياة أي واحد فينا، ولكن الناس باقين غافلين، ما تيخدموش هاد القوة اللي عندهم الداخل، اللي كاينة بالضبط في العقل، اللي ميزنا به الله سبحانه وتعالى على باقي المخلوقات. أيه سيدي، عقلك الباطن عنده واحد القوة وتيخدم بواحد الطريقة في شكل هو درويش وظريف، وأي حاجة عطاها ليه العقل الواعي تيشدها وتيخزنها، وحيت هو اللي تيدير العمليات ديال التفكير وتيقوم بزاف ديال الوظائف. وهذا الشيء هذا هو اتفق عليه كل الخبراء النفسيون، ولقاو باللي هاد العقل تيحرك لك يديك بواحد طريقة معقدة وبلا ما تتشعر نتايا. وإلا سولك شي واحد على شي سؤال وهو اللي تيقلب ليك على الإجابة الصحيحة اللي عتعطيها ليه انت في الأول أو أعطاها ليه العقل الواعي في الأصل. هانتم أخوتي، العقل الواعي فحال شي فلاح، والعقل الباطن فحال الأرض اللي تيزرعها هذاك الفلاح، تيدير البذور وتيسقي الأرض ويداويها وهي تتعطيه الغلة. وهذا هو الدور ديال العقل الباطن. باش نوضح لكم الامور اكثر، العقل ديالنا مقسم لثلاثه المستويات. المستوى الاول هو العقل الواعي، فحالو فحال القبطان ديال السفينه تيعطيك الاوامر. والمستوى الثاني هو العقل الباطن، هو ما تينعس ما تيشوفو، تيطبق الأوامر وتيوجه السفينة فين باغيها القبطان توصل، وهذا هو الدور ديالو. أما المستوى الثالث هو العقل اللاواعي، وهذا صعيب توصل له حيت هو اللي تيكون تحت السفينة، والمسافة ديالو كبيرة وكبيرة بزاف، حيت تيخزن الذكريات والتجارب اللي دازت في حياتنا من صغرنا بالضبط. وهذا هو اللي تنبناو عليه، وهو اللي تنوليو نتعاملوا به مع الناس، حيت هو اللي شكل لينا المعتقدات ديالنا والعادات ديالنا وحتى السلوكيات ديالنا. هاد الكتاب إلا تمعنتي فيه وعرفتي تخدم المعلومات اللي فيه وسمعتي الهضرة اللي غادي نقول لك، غادي تحقق أي حاجة باغي توصل لها في حياتك. انت هنا عتسولني وعتقول لي ولكن كيفاش؟ خاصك تعرف اخويا وتفهم واحد الحاجة مهمة، وهي انك تشوف راسك وتتلقى ذاتك من هذاك الشيء اللي تيدور لك في عقلك الباطن. وهذا هو السبب اننا تنشوفوا الفرق بين هذا وهذاك، وتنسمعوا على جوج صحاب عندهم نفس الظروف وعاشوا نفس العيشة، وتقدر تلقاهم خوت ولا ولاد العم وعايشين وسط دار وحدة، ولكن واحد فرحان وعايش سعيد ومرفح وناجح في حياته وصحته صحيحة وما فيها حتى شي مرض. والجانب الآخر يعني الطرف الآخر تتلقاه مدمر ومقلق وحزين ومغوبش وما عنده درهم ومريض وصحته مهلوكة. وهذا هو اللي تيبينو لينا جوزيف مورفي في هذا الكتاب، وعطاه هذا العنوان اللي قلت لكم اللي هو قوة عقلك الباطن. وقبل ما نبدا نهضر على الفصل الاول الكنز اللي عندك الداخل، غادي نسولكم واحد الاسئله وانتم دوروهم في عقلكم باش تجاوبوا عليهم. علاش هذا العالم ولا فيه بزاف ديال الفقراء وغير شويه ديال الاغنياء؟ علاش الناس اللي تينجحوا في حياتهم قلال والناس اللي فاشلين في حياتهم كثار؟ وعلاش كاين واحد ذكي ومطور وتيخدم غير شويه ومتفوق في خدمته، وفي المقابل تتلقى بزاف ديال الناس تيضربوا تماره وتيخدموا الليل والنهار ومع ذلك تتلقاهم ما مديرين تلعبه في حياتهم؟ وعلاش تتلقى واحد حياته الزوجيه سعيده وتتلقى بزاف ديال الناس عايشين غير في
التعاسة والهم والغم والمشاكل والصداع في زواجهم. وعلاش تتلقى الناس عندهم نفس المرض، ولكن كاين اللي تيتشافى سير بلاص، وكاين اللي تيهلكوا هذا المرض ويقدر يؤدي به حتى الموت. هذا علاش اخوتي اختاريت لكم هذا الكتاب، باش تعرفوا الاجوبه ديال هذه الاسئله اللي عندها واحد الدور وواحد الاهميه كبيره في حياتنا، غير باش نكونوا فاهمين وما نختلفوش في واحد الامور. انت خويا اللي تتسمع ليا دابا، خاصك تكون متاكد من راسك واش تتصلي وتتعبد الله بالصدق، واش انت تدعي الله سبحانه وتعالى ومتأكد من راسك ان الله سبحانه وتعالى غادي يستجيب لك هذاك الدعاء، وانت مآمن بهذه القضية ولا لا؟ حيت هذه هي المهمة الأولى والأخيرة اللي خلقك لها الله، وعلى ودها خلق الإنسان. وقال لنا في سورة الذريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. ما تخلقتيش أخوي باش تجمع الفلوس، ولكن خلقك الله باش تآمن به وتعبده، حيث هو المصور والمبدع اللي قال لنا في سورة المؤمنون الآية 14: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. وهذا الشيء تأكد باللي الله سبحانه وتعالى هو اللي كون الأعضاء، وهو اللي شكل الجسم، وهو اللي خلى القلب ديالك تضرب. وهذا الشيء هو اللي تأكد لينا واحد الهضرة تنقولوها كاملين: الله سبحانه وتعالى هو اللي تيشافي، أما الطبيب غير تيعالج. وهذا الشيء كافي يخلي أي واحد فينا يتقرب من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء والذكر والشكر والحمد. وهذا الشيء ما بقاش عندنا، وحتى لا باقي ولا قليل، وقليل بزاف. هذا علاش ما بقى حتى شي واحد فينا قادر على انه يواجه المشاكل ديالو. وملي تيوقعوا لينا المشاكل او تنطيحوا في شي ضائقه تلقاو صعوبات كبيره في الحل ديالها، حيت ما بقيناش تنتصرفوا بعقلنا وما بقيناش تنخدموا تفكيرنا باش نواجهوا الصعاب. وهذا هو اللي خلى الغالبيه ولا تتشكي وتتبكي، حيت هذاك الشيء اللي تيطلبوه وتيهزوا يديهم يدعيوا الله باش يحققوا ليهم ما تيتحققش ليهم، حيت ما بقيناش تندعيوا الله بالوعي ديالنا. وهذا هو اللي تيحذر منه الله. وخاصكم تعرفوا ان من شروط الاستجابه ديال اي دعاء هو تكون متيقن وعندك الايمان القوي باللي الله سبحانه وتعالى غادي يستجيب لك اي دعوه. وعلى هذا الشيء قال لنا الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وهذا علاش خاصك تفهم وتعرف باللي الله سبحانه وتعالى ما تيستجبش لقلب غافل لاهٍ. وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. خوتي العزاز، خاصكم تعرفوا القوة اللي تملكها عقلكم الباطن، وهذا الشيء من خلق الله سبحانه وتعالى آدم. وهذا علاش خاصكم تعرفوا تخدموها في الحوايج اللي غادي ينفعوكم واللي غادي تغير ليكم حياتكم وتحرركم من القيود ديال الفقر والفشل والتعاسة والإحباط. ملي عتوليو تعرفوا تخدموا هذه القوة غادي
تعجبوا من الخير اللي عتوليو تشوفوه. ملي تبداو تخدموا هاد الكنز اللي عندكم الداخل غادي تكتشف اخويا انك وسط ثروات ما عندها لا حد ولا قد، حيت انت عندك منجم ديال الخير في الباطن ديالك. حياتك كلها عتولي فرحة وبهجة وسعادة وثراء. خاصك تعرف باللي عقلك الباطن في حال شي هندة، في حاله في حال المغناطيس، ملي تتحيد ليه القوة ديالو ما تيبقى قادر يهز حتى مفتاحه. وهذا هو اللي تيخلي الناس تتنقسم لجوج فئات. الفئة الأولى تتعرف تخدم هاد القوة، وهما اللي تتلقاهم ضايقين في راسهم آمنين بالقدرات ديالهم، وهاد النوع تتلقاه سعيد في حياته ومرفح وعايش بصحته. والفئة الثانية تيكون الفشل مرافقهم في حياتهم، وتتلقاهم عايشين في الحزن والقلق ومكرهين من حياتهم وما تايقينش في راسهم، وتتلقاهم شاكين في أي واحد. وفوق هاد الشيء هذا هو تتلقاهم مراد بصحتهم. وهذا النوع ما تيحقق حتى شي حاجة في حياته، لأنهم ما تيعرفوش أو ما تيخدموش القوة العجيبة اللي كاينة في عقلهم الباطن. وهذا هو السر الأعظم اللي ما تيعرفوش الناس. وهذا علاش تلقاو نسبة كبيرة عايشة في هذا العالم تتكون من الفقراء. الناس اللي اكتشفوا هذا السر قلال، وهذا علاش تلقاو نسبة قليلة تتنعم بالثراء والسعادة وعايشة البذخ وبصحتهم. وهذا علاش اخويا خصك تعرف باللي القوة ديال عقلك الباطن هي اللي تتحقق لك المال والسلطة والهناء والسعادة، ما عليك غير تعرف كيفاش تخدمها. نزيدك اكثر من هذا الشيء، الذكاء ديال عقلك الباطن ما محدودش، ويقدر يلقى لك اختي الشريك ديال حياتك، ويقدر يلقى لك اخويا الحل اي مشكل تيواجهك في حياتك، ويقدر يعطيك ويمنحك مكانة كبيرة في المجتمع، ويشافيك من اي مرض إلا شغلتي عقلك بالحياة والصحة والثراء والسعادة والحب. هتولي تحس بالطمأنينة وراحة البال، وغادي يولي عندك سلام داخلي ما عنده مثيل. شتي انت باللي عتخدم هاد القوة ديال عقلك الباطن عتولي داهش وحال فمك من داك الشي اللي غادا تولي عليه حياتك. ولكن خصك تعرف كيفاش تخدمها بالصلاة والدعاء والتضرع والتدلل لله سبحانه وتعالى في الأول والآخر. حيث قال لنا في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نخدم عقلي في الحوايج الزوينين ونخدم عليهم، وكن اكيد غادي نوصل ليهم. الناس اللي وصلوا لهذا الشيء اللي هما فيه حطوا اهداف في عقلهم، وفي الاخير وصلوا لهذوك الاهداف. نبقى نحلم ولا احلام لي قاضه، ونبقى ناعس في داري ونقول راني انا، ولا في بيتي ومكمش وشاد تليفوني ونقول راني انا غنوصل لهذاك الشيء اللي بغيت. لا شري راك ما توصلش. تقدر توصل الا كنتي جالس في بيتك وشاد تليفونك. وهذه هي الخدمه دابا النقيه اللي ولات دابا في العالم كامل. الناس خدامه غير من دارها وغير من تليفونها ولا البيسي ديالها، وتدخل الملايين ديال الدولارات. ولكن الا عرفتي تخدم هاد التكنولوجيا وهاد الويب 3 اللي وصلنا ليه بعقلك خويا العزيز، باش ما تدوخش بين عقلك الباطن وعقلك الواعي. انت وانا وهاد الناس كلهم ما عندناش جوج عقوله، ولكن عندنا عقل واحد تيدير جوج خدمات، عنده وظيفتان، تيدير ازدواجيه في الخدمه. وهاد الوظيفتان تيكونوا مختلفين كل وحده وشنو سميتها. كاين اللي سماها العقل الظاهري والعقل الداخلي، وكاين اللي سماها العقل المستيقظ والعقل النائم، وكاين اللي سماها العقل الارادي والعقل اللا ارادي، وكاين اللي سماها العقل الواعي والعقل الباطن. وباش تعرف الطريقه اللي تيخدموا بيها بجوجهم، شوف الفلاح ملي تيحرث الارض وتيزرعها، ومن بعد تيسقيها وتيداويها، وهو متأكد ومتيقن بأن هذيك الأرض غادا تعطيه أجود وأحسن البذور. وتصور معايا هاد الأرض نيت إلا حرثناها وزرعناها
وما سقيناهاش وما اعتنيناش بها وما خدمناش في السقي ديالها وفي الدوايات ديالها، واش غادا تعطينا شي حاجه؟ كون اكيد ما غادا تعطينا والو. وهذا هو اللي تيوقع لعقلك ملي تتعطيه الافكار الايجابيه وتتغديه باحسن واجمل حاجه تتبغيها تكون في حياتك. هو شنو تيدير؟ تيخزن هاد الافكار بلا ما تتحس بلا ما تتشعر، وتبدا حياتك تغير، تيحيد لك الحوايج اللي خايبين وتتولي حياتك زوينه وتتعيش واحد السلام داخلي ما عنده مثيل. يعني حنا من نتاج ديال الافكار ديالنا. قول لي كيفاش تفكر نقول لك كيفاش تكون حياتك. وهذا علاش خاصك تفكر غير في الحوايج الزوينين. نفكروا اخوتي غير في الحوايج اللي عينفعونا في حياتنا. المشكله ديالنا هي اننا حنايا ما بقيناش طايقين لا في الناس لا في ريوسنا لا في شي واحد، وراه هذا هو اغيب حاجه. ولينا تنتخيلوا غير الحوايج الخايبه. تصور انت بنادم جالس وتيفكر في غدا عندك توقع لي هادي، عندك يجريو عليا من الخدمه. راه كون اكيد صاحبي اللي ركزتي على الافكار السلبيه حياتك كلها تولي دمار شامل، حيت عقلنا غادي يرجع لينا هذاك الشيء اللي تنعطيوه حنايا. عطيناه السعاده والنجاح، غادي يرجع لينا النجاح والسعاده ويملأ حياتنا حب ويبعد علينا الفشل والحزن. خاص كل واحد يعرف باللي الناس المرفحين وهاد الناس المشهورين وهاد الباحثين وهاد الدارسين وهاد المخترعين كلهم عرفوا يخدموا عقلهم الباطن، وهو اللي حقق ليهم هاد الشيء اللي هما فيه واللي هما عايشينو دابا. شتي هذيك الهضره اللي تدور بينك وبين نفسك الضعيفه هي اللي تتخليك خايف من غدا ومقلق على والو وتتولي مكتئب ومتوتر، وهي اللي تترجعك فاشل في حياتك وما عمرك غادي تنجح. ولكن ملي تتكون الحوارات اللي تدور بينك وبين النفس القوية إيجابية غادا تعطيك القوة والمال والسلطة والنجاح وحتى الصحة. باش نكونوا متفقين، شتي هذيك الهضرة اللي تدور بينك وبين نفسك في حال بنادم ما حاملنيش، بنادم ما فيهش الخير، هاد الخدمة خايبة، اليوم صبحت عيان، وتتولي تهضر غير في هاد الاتجاه السلبي. كون متأكد باللي حياتك عتولي جحيم. عائلتك ما يبقاوش يحملوك، خوتك ما يبقاوش يحملوك، صحابك ما يبقاوش يحملوك، الزملاء ديالك في الخدمه ما يبقاوش يحملوك، المدير ديالك ما يبقاش يحملك، وانت ما تبقاش حامل حتى راسك، وغادي تولي فاشل وما قادرش تمشي للخدمه، وغادي تولي تتكره خدمتك وحياتك كلها تولي مشاكل. ايوا خويا دابا غير الا بغيتي تبقى مغوبش ومشكل غير بوحدك، دابا كلشي بين يديك. خاصك تعرف باللي عقلك الباطن ما تيفرقش بين الخير والشر، بين شي حاجه واقعيه وشي حاجه خيال. هو باب مفتوح اللي عطاه ليه على عقل الواعي تيخزنه وتيخليك تبرمج به. هو ما تيخدمش بالمنطق وقوه التفكير، هو تلقائي اللي جاتو تدخل وتتبقى برمجه وتتبقى مخزنه لداخل عنده، حيت هو ما تيشكك في شي حاجه. ولكن خاصنا نعرفوا شكون هو الحارس ديال الباب اللي تيدخل العقل الباطن، والحارس هو العقل الواعي. واي حاجه تتخيلها داخله من الباب العقل الباطن تتاثر فيه. شتي غير جا شي واحد وقال لك مالك صفر صاحبي، ويجي واحد اخر ويقول لك تتبان لي عيان اليوم، ماشي هو هذاك، ويجي واحد اخر ويقول لك واش عيان ولا راك مريض واقيلا. هنا عقلك الباطن تيصدق هاد الهضره وتتمرض سير بلاص. هذا علاش خاصك اختي ولا انت اخويا تحظي من الهضره اللي تتقال ليك والهضره اللي تدور بينك وبين نفسك. وإلا كانت هاد الهضره ايجابيه غادي تعيش حياه كلها زوينه، وإلا كانت سلبيه غادي تكرفس في حياتك بهذا المصطلح. وهنا غادي نختم ليكم بواحد القصه ديال واحد الدري صاحبي اللي كان ديما مكره من حياته ومن خدمته ومن صحابه ومن الناس اللي دايرين بيه، وما حاملش لم ولا
وحياته دايره غير في السلبيات، داخل في هذيك الحلقه الجحيميه، يعني هذيك الدوامه ديال المشاكل، لدرجه انه حياته ولات غير هادشي اللي كان تيدور ليه في راسو، لدرجه كان عيا حماق. هذا علاش اقترحت عليه يبدل الافكار السلبيه بافكار اخرى ايجابيه، ويبقى يردد بينه وبين نفسه انا سعيد، علاش غادي نتقلق، خدمتي زوينه، صحابي اوفياء، وانا بصحتي. ويبعد من تفكيره وهذيك المعتقدات الخاطئه اللي كبرت معاه، وفعلا طبق هذا الشيء، ومن بعد مده قصيره تغيرت حياته للاحسن، حيت بسهوله غير التفكير ديالو. تفكيرك هو المسؤول الأول والأخير على حياتك. وهنا نكون سالينا هاد الحلقة اللي متميزة وعندها معنى كبير في حياتنا. هذا علاش سنطلب منكم اللي باقي ما دارش ابوني للقناة ديالي، شنو تيتسنى يديرها دابا، وديروا جيم وشي كومونتير زوين بحالكم وبارطاج، وتهلاو ليا في راسكم. موعدنا مع الفصل الثاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.